خد اثنين. شو هاي انا بس يلا. صباح الخير صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم بلشت الفيديو من برا لانه امبارحة حكيت مع رفيقتي نسرين، فقالت لي شو رايك تيجي تشربي معي فنجان قهوة ونفطر مع بعض. فقلت لحالي يعني خلص بدي اروح فورا، تلاقي خلص بدي اروح، لانه احيانا الواحد بقول لا خلص بدي اجلها لغير يوم ليزبط معي موعد او كذا، بتحسوا ما بعرف الايام تمضي بسرعه وكذا. وصار لي يعني وقت ما شايفتها لرفيقتي نسرين، فقلت لها خلص بجي. فهون قبل ما اروح حبيت هيك افوت على محل هيك ببيع راحات ما راحات هيك. نقيت هي من هي الراحات، بتكون بالشوكولا، بتكون بانواع كتير متعدده، بتكون كتير طيبه وهي هيك حلوه الواحد يدخلها بايده، ان شاء الله يا رب تعجبها. فاخذت عمر ورحنا مع بعض. يلا. بارد أول شي حبينا نفطر مع بعض، فكان الفطور بجنن، يسلموا إيديها والله يرزقها يا رب. وكانت موجودة سلفتها الله يخليهم لبعض، مع أحلى هيك الصحبة والجمعة. والفطور مع الصبايا غير شكل صراحة، خصوصا هلا قرب يجي رمضان صبايا، فهذا الفطور خلاص راح لشهر، ما بقى يعني نفطر هالفطور وكذا. على سيرة رمضان حضرت لكم فيديوهات بتجنن، من الفيديو الجاي راح تبلش فيديوهات رمضان، وراح نسوي زينة، راح نسوي كتير شغلات إن شاء الله إذا ضلينا من الطيبين. فانتظروني بفيديوهات كتير حماس. شو هالكيكة يا مروشة؟ ده انتي سويتي؟ بس هيك بتحسي سبحان الله ثاني نهار خفت شوي، والله كانت امبارح هيك نفشة اكثر. انتي سويتي؟ هلا دوقوا بقى. بس امي ساعدتني شوي. يا عيني. خربة انا هيك. ايوه، احكي لي شو حاطة هون؟ هون حاطة من هاي ومن هاي نفسها. لا احكي لك بالترتيب شو عملتي. شو عملتي؟ عملنا فيديو احنا يا تسنيم فيديو. والله؟ لك أولاً. مرحبا يا اصدقائي، اليوم بدي اعمل كوكيك. عن جد؟ عملت مثل هي تبعت البيم. طيب بدأناها من كذا محل. هي بشو؟ بالليمون؟ لا بس بدي اخذ. بمناسبة رمضان حابة أتشكركم من كل قلبي، واللي كتير باركولي بمناسبة 300 ألف مشترك ومتابع. أنا عن جد ما بحسكم لا مشتركين ولا متابعين، بحسكم رفقاتي إخواتي، بشارككم بلحظاتي كلها، بحبكم كتير، ودائما بنحاول نستفيد من بعضنا وتوصل لأكبر عدد ممكن. ففيكم كمان يلي ما مشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل مشان يصلوا فيديوهاتي أول ما بنزلها. يلا عمر دوق تبعت مروشة، اللي رأيك فيها؟ يلا دوق الكيك تبعيتي. طيبة بدي اعمل لك الماما منها بالبيت. طيبة؟ حبيتها؟ ايه ما قلت لها مروشة شكرا؟ شكرا. عفوا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. يا باسط اللذة يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. ابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة منها الزائم غيبك. عيني، مين علمك هدول؟ أنستي. بالروضة؟ تركية ولا سورية؟ تركيا. أيوة. طلعتي مكياج. حلوة هي. هون يا صبايا أنا ورفيقتي نسرين حبينا نعمل نسكافيه، فكان جايبة هي الآلة جديدة، كتير حبيتها صراحة، حتى ماركتها بوش، يعني هي ماركة ألمانية. أنا كنت حابة إنه أجيب بالمستقبل هيك آلة لأنه كتير مفيدة. شوفوا استخدمت حليب كتير كمية قليلة واحدة. ثانيا الحليب بيكون بارد، هي بتسخنه للحليب بتوقعه، يعني مانك مجبورة تسخنيه، ما أحلاها، كتير حبيتها. أنتوا قولوا لي رأيكم فيها. هون الصبايا بعد ما خلصت هيك فطوري عن نسرين والقهوة الصبح مع رفيقتي، جينا ناخد شام من المدرسة، كانت مخلصة.
فمثل ما بتعرفوا عمر سيروح معي لأنه ما بقى عنده روضة، فسيقلها لشام رحنا عند رفيقتي وكذا وقعدنا وانبسطنا. فشام كتير زعلت شام لأنه بتحب تروح معي يعني لما بروح، وخصوصا أنه مروشة بعمر الشام وكذا، بس شام عندها مدرسة فما غيبتها. حتى مروشة غابت عن روضتها مشان إنه تلعب مع عمر. هون بعدين قال لي زوجي خلينا نروح على البازار نجيب سمك، صرنا زمان ما أكلنا سمك، والسمك كتير مفيد، لازم يعني كل فترة ناكل سمك لأنه عن جد فيه فوائد كتيرة. يعني صرنا شهور ما أكلين سمك صراحة. في ناس ما بحبوا السمك، اكتبوا لي انتم من الناس اللي بتحبوا السمك ولا لا. جينا على بازار بهش الشهير، موجود ببهش الشهير، هذا بازار كبير فيه ملابس فيه أكل كذا. هلا الخضرة والأكل هون كتير غالي على فكرة، بغير بازارات أرخص، بس الملابس هون رخيصة، بتلاقوا ملابس لقطة. يعني إذا بتجوا من برات البلد سياحة فبنصحكم بهذا البازار. يلا يلا يا صبايا احكوا لي مين منكم بلش تعزيلات وتظبيطات لرمضان. انا اول شغله حبيت اعمله اول شيء يعني الحمد لله الحمد لله انا الخزن مثل ما قلت لكم يعني برتبهم ومنظفهم، يعني لما بلاقيهم وسخين يعني ما بترك كل الخزن يتوسخوا مع بعض، هيك بعمل انا صراحه. فكل فتره بنظف خزانه، بس انه احيانا ما بكون عم بصور، عرفت شلون. فكان ركن القهوه عندي من اول شغلات اللي كنت بدي مقرره انظفها برمضان واغير ديكورها هو ركن القهوه هون، خصوصا بعد ما شلت الطاوله فصار المكان واسع اكثر، فقلت بظبطه لانه كمان مقرره انه اضيف عليه هيك زينه رمضان هون على البرندة ان شاء الله. في كتير شغلات ببالي لسه عم فكر فيها، فأول شيء تخليني رتبه وأظبطه، وبعدين أي إضافات نضيفها هيك مع بعض على نظافة وأطافة غير شكل. صبايا في كتير منكم بيسألني عن الأراتي اللي حطيتها على ركن القهوة، رح احط لكم صندوق الوصف الرابط، جايبتهم من ترنديول حوالي 100 وشوي، بس كتير حلوين وعجبوني صراحة. أكترية الركن أصلا كان من ترنديول، لا في شغلات لا أنا مو مشتريتها من ترنديول. هلا هون أنا حبيت أحط الفناجين القهوة الأبيض والذهبي، وشلت الكواب اللي كنت حاطتهم هون، حطيت الفناجين القهوة اللي أكتر طقوم بحبهم وحسن إنه هدول مميزين. والحمد لله خلصت من ركن القهوة، عن جد كتير انبسطت انه خلصت منه، بنفس الوقت النتيجة كانت حلوة، حبيته اكتر من قبل، ما بعرف حسيته مبهج او بيعطي تفاؤل اكتر او طاقة. انتوا قولوا رايكم بالتعليقات ولا بس انا حسيت هيك. هلا بده اضافات مثل ما قلت لكم مناسبة شهر رمضان، الله يبلغنا يا لا فاقدين ولا مفقودين. فان شاء الله بالفيديو الجاي بدي زين المطبخ والبرندة شوي، لانه المطبخ بنقضي وقت كتير برمضان، فبعد ما خلصت هيك الشغل وهيك دايما لما بأنجز بحب كافئ حالي بشي مشروب بحبه، فحبيت أسوي نسكافيه إلي ولزوجي ونشربه مع بعض هيك، وقعدة البرندة حلوة مع ركن القهوة نضيف غير شكل. هون يا صبايا شو صار معي، شام عند
رفيقة اسمها شام، يعني هي بتكون جارتي بالبناي، فكتير متعلقة فيها. فيا بتيجي بتلعب عندها لشام، يا أنا يا هي بتطلع شام لعندها بتلعب معها. فاليوم عم بتقلي بدي إنه رحتوا أنتوا تركتوني كذا، فخلي شام تجي لعندي. فاتصلت بأمها للشام وقلت لها تعالي اشربي معي فنجان قهوة وخلي الأولاد يلعبوا مع بعض، كتير بنبسطوا على بعض، كتير هيك بكيفوا. فقمت عملت هذا الوفلة، هي بجيبها جاهزة من السوبر ماركت مع الفواكه وجهزتها. وهدول الصوصات اللي بنحط جنبها، صوص الشوكولا، صوص شوكولا بيضة، بالتوت كمان صوص التوت وصوص الكراميل، هدول جايبتهم بترندول على فكرة، هحط لكم صندوق الوصف الرابط. هدول من أكوس النوعيات الصوصات. هون قمت على المطبخ لأبلش بطبخة السمك. هلا السمك لازم يتبل بقبل يوم، بس أنا أحيانا ما بتبله قبل بيوم، يعني بكوني مثل ما هلا مستعجلة بدنا ناكله مشتهين عليه. فهون أول شي بحب السمك، بحب الكزبرة، فهي الكزبرة اليابسة الله يخلي لي إياها أمي، هي من عندها من الأردن، فكتير ريحتها بتجنن صبايا. طحنتها وحطيتها بالعلبة مثل ما كنتم شايفين، يعني ريحتها فظيعة، غير شكل بيطلع السمك مع الكزبرة هيك الطيبة والتازة. هون أنا يعني أنا هيك بتبل السمك، يعني بدي قليب القلاية الهوائية، توم، ليمون، معلقة دبس فليفلة، كزبرة، بابريكا، فليفلة حمراء، كمان شوية كمون وملح وشوية فلفل أسود. هدول كلهم بحطهم مع بعض وبحركهم. والثوم هذا نفسه الثوم مفرزته، إن شاء الله بدنا نفرز على رمضان كمان. نفسه هذا الثوم دايما بطلعه من الثلاجة باخده وبستخدمه، عن جد نتيجة كتير ممتازة. هلا إذا بتقدروا تتبلوها قبل بيوم وتتركوها، النتيجة لسه بتطلع أحسن. وبحط شوية زيت زيتون أو زيت نباتي اللي بتفضلوا. هلا أنتوا ضيفوا شوي زيت نباتي وشوي زيت زيتون، بيعطي نكهة أطيب، عرفتوا؟ مثل ما نكون شايفين بحب دائما أقطع السمك هيك، بقله شلي راسه ويقطعها هيك بالنص، وهيك بتبلها بتدخل التبلة لجواتها صبايا. على فكرة عن جد هيك قطعوا دائما السمك، يعني نحن بنروح على مكان ما بيبيعوا بالبازارات لأنه بتطلع غير شكل. تعال أحكي لكم قصتي مع السمك. أول ما تزوجت جاب لي جوزي سمك براسه، فدقيت لأمي وخايفة عم ببكي عم بقول لأمي إنه السمك براسه. أمي بركي فاق وأكلني. فتوقع نحن شلون بنفكر، يعني قامت لي أمي والله أنا قديش صار لي متزوجة أبوك ما بجيب لي السمك براسه. فأنا خفت كتير. قام شو عملت؟ فتحت باب البيت وقلت إذا فاقت السمكة أنا بطلع بهرب برات البيت. فاحكوا لي شو صار معكم مواقف هيك قصص السمك. عن جد يوم خفت كتير، ارتعبت إنه مع راسها مرعبة يعني. فدائما بقول لزوجي إلا راسها ما تجيب لي سمكة براسها، يعني ما بقرب عليها. هون عم سوي سلطة الجرجير، غير شكل سلطة الجرجير. سلطة الجرجير هي عبارة عن جرجير وعن بصل يابس مقطع شرايح وبندورة كرزية بتطلع أطيب معها. بصير بندورة عادية بتتقطع شرايح، بنحطهم هيك مرتبهم، بعدين بنعمل الصوص بنحطهم فوقهم. كمان بنضيف الجوز والرمان إذا موجود عندكم، أنا ما كان موجود. فهدول العنصرين كتير لذيذين مع سلطة الجرجير. التبلة هي عبارة عن زيت زيتون، ليمون وسماق وملح ودبس الرمان.
تشتريها. شوفي صبايا حبيت افرجيكم السمك بعد ما قليته بالقلاية الهوائية. في كتير صبايا بفكروا انه السمك واللحم والدجاج ما بيستوي فيها. حبيت هيك افرجيكم بايدي كيف مستوي وما احلى وكمان قلي بطريقة صحية، مو مثل القلي بالزيت، ما وسخ ولا عمل شي وما اطيبه، وعن جد بشهي. شوفوا شكله حتى. وبعد يوم متعب لازمنا هيك فنجان قهوة على الرواق بآخرة اليوم. حبيت فرجيكم هي البسكويتة يلي أنا بحبها. الحلو فيها إنه طريقة صنع هي البسكويتة فيها فستق الحلبي مع الشوكولا السودا المرة. في ناس ما بتحبها بس هن عاملين بطريقتين، بالشوكولا البني والشوكولا السودا، بس أنا بحب الشوكولا السودا. عن جد طيبة هي. جربوها وقولوا لي رأيكم بالتعليقات إذا جربتوها أو ضايقينها كمان.